حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي اختار لك ورقه. اللي على اليمين وربنا يجعلنا من اهل اليمين. تف من بقك، ربنا يجعلك من اهل اليمين في كل حاجه الا الثبات على المبدا. لو كنت اخترت التانيه كنت هتبقى ثبات على المبدا. صوان كبير بطول الورديان بس ما جاش حضر ولا نفر. في معديه راجل كبير كباره كده دخل قال لي ايه ده، هو مين اللي توفى؟ قلت له الثبات يا حاج. قال لي طب والمبدا ما جاش؟ قلت له لا المبدا اتجزأ. الاسبوع اللي فات اللي حصل كالاتي، طلع علينا راجل جدع كنا فاكرينه راجل جدع يشخط فينا ومفكرنا الجواري بتوعه. قال خمسك قول لي ليش طلع واحد بتنطط مش عارف مين اللي هيدافع على عربي زيك زيه. قلنا ايه ده؟ اللهم صل على النبي. طلعت فرده كويسه من وسط العالم الفاسد دوت. فخمناه. انا واحد من الناس قلت يسلم في امك واكل على طبليه ابوك. ايه يا حمضان؟ ايه ده؟ ايه يا حمضان؟ بعدها باسبوع الثبات يبقى على المبدا بعد ما كان الثبات على المبدا. طب ايه اللي جرى يا دنيا؟ اللي جرى الشيء وشويات، اللي جرى الترند، اللي جرى الاسم اللي هيدور في السوق لاسبوع سواء سلبي ايجابي. المهم الناس تتكلم عليا. ما تنسانيش، ما انا ما مثلتش رمضان اللي فات، فطبيعي ان انا دلوقتي لازم الناس تجيب في سيرتي. امال ايه؟ امال انا هاكل عيش منين؟ ما هو العيش بيجي من كده. سواء بقى الناس اتكلمت عليا بسوء سواء الناس اتكلمت عليا مش بسوء، انا المهم ان انا افضل في اذهان الناس ما اختفيش. والصودا دارت على الرجوله والجدعنه والاصول. اردم على جنب، مع انك يا ابن الحلال لا محتاج فلوس ولا محتاج شهرة ولا محتاج الناس تتكلم عليك، وشبعان وربنا مشبعك من نعمه. واحنا واخواتك كانوا في عرض موقف رجولة تقف دكر كده قصاد الملايين اللي جايه لك من بتوع الصودا، وواقف ماسك لي ازازه الصودا من وسطها وعمال يتغزل فيها. ايه وعمال ولا ماسكها كأنه ماسك شاب عشرينيه جده تبحث عن مطلق عشان يبتدوا علاقه سريه ومحدش يعرف عنها حاجه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، على ايام انا كان في مدرسين اباطره جيش كامل بيحضر لها ومسمعين في جميع انحاء الجمهوريه من غير ما يعملوا ترويج ولا يعملوا فيديوهات ولا يعملوا تيك توك مع بنات ولا يجيبوا الشباب مع البنات ويترقصوا والطبل الفاضي ويعملوا لهم حفله ولا يأجروا نادي كامل يقفوا في النص يتفشخروا قدام الناس وإشي بوديجاردات إشي عربيات إشي مش عارف ايه موكب كامل ولا موكب الرئيس، لحد ما الناس نبرت لهم ايه الحلاوه ديت والفلوس ديت؟ ما الاهالي تعبانه وشقيانه عشان انت تغير الاربع فرد كل اسبوع عشان ما تمشيش عليهم كيلوات زياده وانت رايح دهب تصيف. ايه الحلاوه دي؟ العربيه بتاعت زمان ما كانش فيها تكييف بقى فيها تكييف، لحد ما اتنبر لهم. نص المدرسين موادهم اتلغت، في منهم اللي عمل شيء وشويات وعمل خميره حلوه تامن مستقبله ومستقبل عياله ومستقبل اجداده، وفي منهم اللي لسه شاب في ريعان شبابه لسه بيبتدي وبيقول يا هادي وشايفها ان هو تعب وشقى زمان وحط شقى عمره عشان المستقبل. الله يكون في عونه. فدول جابوا لدول الكافيه. بس خليك فاكر يا اللي ابتليت، ده ربنا قالك ان هو هيبليك بنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الجزء الثالث بيقول ان في فار مجاري طلع من البلاعه اللي طفحت علينا اسمها السوشيال ميديا. زي ما تقول كده في اصنام اتعملت. الصنم بيقول كالاتي: لو هو انثى فهو بيقعد يسعى لحد ما يجيب شويه عيال اندر ايدج يعملوا منه بني ادم، يعملوا منه نجم، فجاه يبقى بيعمل اعلانات، فجاه الدنيا تتطور معاه. لما بتيجي تزهزه بتوصل لليفل معين، انت دلوقتي محجبه مش هينفع ان انت تسلكي طريق النجاح، سواء بقى نجاح كان تمثيل، سواء نجاح كان حفلات واللازم منه ورقص وتنطيط، سواء حتى لو هتعملي فيديوهات اللي هي بتجيب لايكات وبتجيب ريتش، فانت لازم الحجاب اللي انت عاملاه ده تحترميه. وثلاث ارباع الكومنتات لا ما انت لو مش عاجبك. فبيجي هنا الاستغناء عن حاجات انت بتعمليها مسوقه سمعه الحجاب، ولا ان انت تستغني عن الحجاب. بتقعد تفكر مع نفسها، وفي اللي بيكلف خاطره وبيصلي استخاره وفجاه تلاقيه طالع علينا. والله العظيم انا يعني والله انا عارفه ان انتوا دلوقتي مش هتعذروني، وعارفه ان انا دلوقتي لما تشوفوني بشعر اللكرة اللي انا عاملاه بمكوى وصرف عليه شيء وشويات عشان يبان قدامكم ناعم مش هتهتقولي. بس انا قلت ابقى صريحه مع نفسي واطلع قدامكم اقول لكم ان انا ما كنتش لابسه الحجاب صح، فقررت استغنى عنه. ان انا دلوقتي
اللي انا الوضع اللي انا فيه واللبس اللي انا لابساه مش لايق على الحجاب، فلما اغير لبسي ان انا والله شايفه شكلي مش قد كده في الحجاب. لا انا تعالي بقى اختي اقول لك انت عايزه تعملي ايه بالحجاب لما تقلعيه. انت عايزه تقلعي الحجاب اولا عشان تعرفي تروحي تترقصي في الحفلات، فالحفلات دي شرطين عليكي ان انت عشان تطلعي وتاخدي الاجر الفلاني تخلعي حته القماشه دي اللي ملهاش لازمه، بس قصاد حته القماشه في الكفه الثانيه هيتحط لك شويه فلوس حلوه، ايش بالدولار بقى ولا الله اعلم انت رايحه انه بلد. عايزه والله العظيم ان انت لما هتتنازلي عن الحجاب هيتفتح لك سكه تمثيل، وانت عارفه ان 3/4 الناس اللي هي بتمثل ما ينفعش ان الحجاب، وحتى لو طلعتي بالحجاب فهم هيطلعوكي تسوقي سمعه الحجاب. فانت قررت ان انت تستغني عن الحجاب عشان ايه؟ عشان الماده اللي غلبت المواد. بس انا عندي نقطه حلوه عايزين نحطه تحتها 1000 سطر. انا ابن حلال دلوقتي ومش فارق معايا اي حاجه غير ربنا وبعامل ربنا، ودلوقتي انا هاخد خطوه غلط. هل يا بنت الحلال انت حد جبرك عشان تروحي تبرري للناس؟ برري لربنا، روحي قولي لربنا انا هقلع الحجاب مع نفسي ويا رب اهديني. ده لو انت عايزه تقلعيه. الواحد لما بيشوف واحده مش محجبه ما بيقفش ينظر عليها، بيقول ربنا يهديها. الواحد لما بيشوف واحده كانت محجبه وقلعت الحجاب مع نفسها بيقول يا رب اهديها. انا وارد دلوقتي ابقى ماشي في الطريق المستقيم فجاه امشي اغرز، اخد لقطه من هنا اخد لقطه من هنا، سيئه من تحت اسعى لسيئه. انا عايز اوصل لك ان انت دلوقتي اي واحده سواء اللي اتكلمت قبل كده ولا اتكلمت الاسبوع دوت لما طلعت تقولي الحجاب، هل انت فكرتي في العيال الصغيره اللي هم 99% من جمهورك اللي هم كلها عيال مش فاهمه انت بتقدمي ايه، بس هم بيفروا بيلاقوكي فبيسمعوكي او بيتفرجوا على فيديوهاتك اللي هي كلها ليبسنج احنا ما نعرفش صوتك انت؟ هل فكرتي انت هتأثري في دماغهم ازاي؟ هل فكرتي انت دلوقتي هتتسألي عن الناس دي ازاي؟ هل فكرتي ان انت هتتساوي انت كبني ادمه وبني ادمه تانية ما عندهاش فولورز ولا متابعين؟ هل هتتساووا عند ربنا لما تقفوا انت معاكي مليون كنت بتسمعيهم كلام وكنت بتقولي لهم وبتأثري فيهم زي التانية اللي هي مقتصرة بس على 5 6 اصحابها؟ لا. فلما تيجي تاخدي خطوة غلط، لو انت شجاعة وبنت ابوكي وانت دلوقتي واحدة لسه طالعة وشفت النماذج دولت بقى وانت عايزة دلوقتي تستغني عن الحجاب، اقلعي الحجاب وكملي فيديوهات زي ما انت عايزة، ارقصي زي ما انت عايزه، غني زي ما انت عايزه، روحي حفلات زي ما انت عايزه، وما يفرقش معاك الناس. ما تطلعيش تبرري للناس، لان الفيديو الصغير اللي انت بتطلعي تعمليه وتحطي مبررات فاشله كلنا هرشينها وعارفين ان هو مجرد جرب على الجسم بس بتطلعيه علينا، ده بيأثر في عيال صغيره لسه بتتكون. دور المؤثرين دلوقتي بقى اعفى من دور المدرس. خلاص. الجزء الاخير في الحلقه ان كان في شاب سندال ويتهزله شنبات بقى عامل زي الخرقه. شاب جدع هنا من عندنا في الورديان، انا اعرفه وانت تعرفه. الراجل ده بيعيش اصعب لحظات حياته، بيمر بازمه تحس ان في شوك مترميله على الارض وهو عمال يدوس ورجليه عماله تفقفق ومحدش حاسس بيه. في درمغه حاصله والجون سينا مع البيك شو مع الريم ستيريو بتعاركوا جوه دماغه، والناس فاكره ان هو بيلي ايليش على شيرين عبد الوهاب على مش عارف مين عاملين ميكس وممزجينه، بس هو اللي موصل للناس كده. المشكله هنا تكمن لما الانسان بيحس ان اللي قدامه مش عارف يقدر حزنه او مش عارف يقف جنبه فبيعتزل الناس، وده اللي عمله العبد لله. من يوم 3/5 من يوم ما توفى ابويا لحد النهارده انا بعيش اصعب لحظات حياتي. انا حاسس ان الدنيا ما بقتش بتاعتي، حاسس ان الحل فعلا، عارف اللعيب لما بيوصل مثلا ان هو خلاص في اخر عقده وبيجي اخر عقد ده بيطلب شيء وشويات عشان خلاص بقى بيبطل وبتاع. انا دلوقتي ببطل بس انا ما خدتش شيء وشويات انا ببطل عشان خلاص مش لاقي حاجه ولا لاقي حد ولا عارف اعمل ايه ولا اروح فين ولا اجي منين. حاسس ان الدنيا خلاص ضاقت بيا، بقت عامله شبه خرم الابره. محدش مقدر ده ولا حد حاسس بده ولا انا عايز حد يحس بده، بس الناس مش عذراني، الناس محسساني ان انا اللي غلطان. يا جدعان انا حزين، يا جدعان انا عندي وفاء لجراب التليفون اللي انا حاطه في تليفوني. انا الكنبه دي لما دخلتها وبقالي زمن ما عملتش فيها فيديوهات كنت فرحان بيها، كنت عايز احضنها. انا تليفوني اللي قبل ده لما جيت ابيعه افتكرت معاه الذكريات وانا ماسكه بوسته قبل ما ابيعه. انا عندي وفاء لاي حاجه واي حد، ما بالك ابويا مش هبقى عندي وفاء ليه؟
انت متخيل يا بني ادم؟ لو شفتني متغير معاك ولا مقصر معاك ولا فيا ولا عليا اعذرني، عشان انا مش كويس ولا عارف ابقى كويس. فخليك انت كويس واحنا اللي مقصرين. احلى مسا عليك.